بعد ما خلصنا الترم الأول قابلتني جملة وعجبتني جدا: يا أولئك الذين يتركون كل شيء في يد الله سوف يرون الله في كل شيء. الجملة دي فيها كمية راحة ورضا ان احنا بنفكر بنقل اكتر من اللازم، مع انها في الاخر وفي الاول هي بايد ربنا سبحانه وتعالى، سواء احنا خططنا لها او لا. فتوكل على الله وما تفكرش فيها كتير. فايا كانت نتيجة الترم الاول ان انت تقدر تعوض في الترم التاني، لان الترم الاول بيكمل الترم التاني في النتيجة. السلام عليكم. فيديو النهارده هتكلم عن 6 حاجات مهمين جدا ان احنا نستعد بيهم للترم التاني، ومنهم حاجات عملتها غلط في الترم الاول وهصلحها ان شاء الله في الترم التاني، فعاوزه اشاركها معاكم. اول حاجه، ما تستناش الشغف يجيلك عشان تذاكر، لان اصلا الشغف ملهوش علاقه بالمذاكره. وانت لما بتبدا مذاكره هو بيجي الشغف اللي هو بعد المذاكره ان انت عاوز تكمل في اللي انت بتعمله. فما تستناش الشغف يجيلك عشان تذاكر، عشان للاسف الترم التاني مدته صغيره والمنهج بتاعه كبير، فمحتاج مذاكره اول باول. فما تستناش المكتب لما يتروى او تجيلك الحاله المزاجيه ان انت عاوز تذاكر وعاوز تبدا حاجه، ابداها من دلوقتي، عشان لو اجلتها غالبا مش هتتعمل. تاني حاجه، خلي هدفك قدامك. ان انت مثلا تكتب الهدف مثلا اللي هو بتاع الدراسة. احنا مثلا نبدأ الترم التاني، انت عاوز ايه في نهاية الترم التاني؟ عاوز مثلا تجيب تقدير كذا او درجة معينة. تكتب في البداية كده ان انت مثلا عاوز مثلا تجيب مثلا امتياز او جيد جدا، تكتبها مثلا هنا في ورقة وتعلقها قدام المكتب، ان انت ده بيحفزك ان انت عاوز تكمل. وخلي عندك ثقة ان ربنا لما بيحط لك في هدف معين انت عاوزه، اكيد ربنا هيعينك عليه، واكيد الهدف ده من نصيبك. تالت حاجة، الملخصات، عشان الملخصات فادتني جدا في الترم الاول وفادت اغلب دفعتي تحديدا في ليالي الامتحانات. لان ليالي الامتحانات احنا بنبقى عاوزين الخلاصة بتاعة المنهج، مش لسه هنراجع المنهج من اوله. او ممكن مثلا لو الامتحان عليه مثلا 4 ايام ممكن نراجع المنهج، بس قبل ليلة الامتحان بنبقى عاوزين حاجة تلخص اللي هو المنهج كله. فالملخصات مفيدة جدا انك تبدأ تعمل في الترم التاني من الاول، عشان ما بيبقاش ضغط عليك في ليالي الامتحانات ان انت عاوز تلخص منهج. فانت عاوز تلخص لازم تلخص من الاول. بس غلطت في الترم الاول اني لما كنت باجي الخص كنت بنقل مثلا اللي هو PDF مثلا عندي 20 صفحة، كنت بنقل نفس الكلام اللي هو مثلا في الPDF. ممكن كنت مثلا اشيل حاجة او كده، بس كنت الاغلب كنت بنقل نفس الكلام، واحط مثلا هايلايتر وازين الكشكول وكده. بس ده مش احسن حاجة، لان احنا لازم نكتب في الملخص الحاجات المهمة مثلا اللي هو الدكاترة قالوا عليها، او مثلا الحاجات اللي هم قالوا انها مثلا هتيجي في الامتحانات، او مثلا اسئلة. ملخص يعني الحاجات المهمة ويتلم شمول الموضوع. بس في نهاية الترم الاول بقيت الخص اللي هو الحاجات المهمة بس، وده الاحسن. ممكن تستخدموا برضو في الملخص ان انتوا مثلا تستخدموا الخرائط الذهنية. الخرائط الذهنية هي مفيدة جدا، مثلا انت تعمل مثلا هو مربعات وتكتب مثلا هو في كل مربع حاجة معينة وترسمها بقى بأي خريطة انت عاوزها. الطريقة دي هتزود الدماغ انها تفتكر المعلومة كويس. والخرائط انت مثلا لما بتيجي مثلا هو في يوم الامتحانات وانت بتمتحن، انت هتفتكر لو عامل خريطة انت هتفتكر مثلا هو النقطة دي جاية من كذا. فهي مهمة جدا ان انت بتستعيد المعلومة بشكل اسرع. رابع حاجة، اتعلم من اخطائك. ان احنا معظمنا ما بتعلمش من الاخطاء، لا احنا لازم نتعلم من اخطائنا عشان نعرف نتفادى الحاجات اللي هي جاية قدام، ونعرف نجيب تقدير مثلا كويس لو احنا اخطأنا في الترم الاول. لو حاسس ان طريقة مثلا مذاكرتك غلط، او مثلا انت ما جبتش اللي هو المجموع اللي انت عاوزه من طريقة مذاكرتك، يبقى ممكن فيها حاجة غلط، ممكن تغيرها وتشوف طرق مذاكرة كتير جدا، وذاكر بالطريقة اللي هي بتريحك. ان انت مثلا عملت بطريقة كذا ولقيت فيها نتيجة، مثلا جبت مجموع عالي او درجة اعلى، الطريقة اللي انت ممكن تمشي عليها طوال الدراسة. خامس حاجة، طبق نظام ال60 ثانية. نظام ال60 ثانية من الأساليب الفعالة اللي أنا بدأت أمشي عليها في بداية الترم التاني. لأن في بداية الترم التاني بيبقى واخدين مثلا هو أجازة صغيرة، فمنبقاش واخدين كفاية من الراحة، مش عاوزين نذاكر قوي. بس اللي هو نظام 60 ثانية مفيد جدا بالنسبة لي، لان انا جربته وفادني جدا. وهو مثلا انت عندك مثلا هو PDF 20 صفحة، فانت مثلا هتعمل تايمر اللي هو دقيقة اللي هي 60 ثانية، انت مثلا هتخلص مثلا هو جزئية بسيطة قوي من الPDF هتخلصها. وبعد ما التايمر يخلص انت بتبقى عاوز ان انت تخلص اللي هو مثلا هو تكمل الصفحة كلها. فده اللي هو بيبني قوة دفع ان انت عاوز تخلص الحاجة دي، اللي هو بيبقى انتج عندك الشغف اللي انت عاوز تخلص المذاكرة. وذاكر اول باول، ودي من اهم الحاجات اللي هو ممكن
افيدكم بيها، لان المذاكره اول باول هي مهمه جدا. يكون عندك ضغط في الليالي الامتحانات اللي انت بتبقى مريح نفسيا ان انت مذاكرها قبل كده، مش لسه هتذاكرها من اول وجديد. سادس حاجة هي قليلا دائم خير من كثير منقطع. ان احنا نذاكر فترات قليلة احسن بكتير ان احنا نذاكر فترات كبيرة ومتواصلة ورا بعض. لان مثلا هو فترات اللي هو الكبيرة والمتواصلة احنا اللي هو التركيز بتاعنا اللي هو بدأ يقل، اللي هو نزهق من قعدة المذاكرة. بس اللي هو ايه مثلا لو احنا قسمنا مثلا المذاكرة عندنا مثلا ليومين او 3 ايام على حسب اللي هو الكمية، ممكن يبقى دي افيد وممكن التركيز عندكم بيبقى اعلى وقدرة الاستجابة بتبقى احسن. ودول كانوا 6 نصايح اللي انا استفدت منهم والاخطاء اللي انا اتعلمت منها شوية. وكده خلص فيديو النهاردة. شاركوني في الكومنتس اي حاجة مثلا انتوا عملتوها فادتكم جدا وحسنت من طريقة مذاكرتكم، وايه الحاجات مثلا الاخطاء اللي انتوا هتفادوها في الترم التاني وعملتوها في الترم الاول. ان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي.